فعلها المغاربة. إنه تسونامي مغاربي يا أخوة. رأينا بعض الأمور التي تثلج الصدر داخل الملعب، والتي بكل فخر يحضنها ويمشي معها، بكل عز يحضنها ويمشي معها. فيقول المذيع الألماني إن هذه العلاقة الحميمية مع العائلة لم نعد نراها في مجتمعاتنا الغربية. المغاربة بتقديم فريق أعطى قيمة أخلاقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عليهم في هذه المواجهة وفي هذه المقابلة. كأس العالم، لكن أنا منشغل بحاجة تانية. أنا منشغل بأنه يكون أول من هؤلاء اللاعبين من الفريق المغربي الأشاوس الأبطال القوية ما بين لاعبي المنتخب المغربي وأهلهم. أولا أنا أهنئ الشعب المغربي لإنجاز أولاده وأولادنا جميعا بهذا. الشعب المغربي الآن نحن نقول له لا بأس، هم يقولون لا بأس، نقول للشعب المغربي لا بأس. محمد اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم مكن لهم، اللهم وقاعد مش عارف أبطل دعاء أنا. وتفرح أكثر عند فوز المغرب في مواجهة أسبانيا والبرتغال، مع أنها مجرد كرة. مكسب عظيم أيها الأخوة أن تستعيد الأمة شعورها بالتوحد والتعاطف والتناصر. من يستطيع أن ينكر أنه مكسب عظيم؟ تحسسنا بمفهوم الجسد الواحد، وهذا أهم وقود لصحوة الأمة ونهضتها. هذا مكسب عظيم أشبه بحلم يتحقق. إنه مكسب يتألم له المنافقون، يتألم له المنبهرون بالغرب، يتألم له المتفرنسون، يتألم له أعداء الأمة، يتألم له الذين يريدون انتزاع المغرب من انتمائه الإسلامي والعروبي، أو انتزاع أوطانهم من المحضن والانتماء العربي والإسلامي. كلهم الآن يتلقون ركلة موجعة في صميم مشروعهم، مع أن الجميع يعرف أنها مجرد كرة. هذا أحسبه انتصار أكبر من مجرد انتصار الأهداف. ومكسب آخر، بلاد المغرب العربي الإسلامي، تونس والمغرب والجزائر، هؤلاء لا يمكن أن تغيب قضية فلسطين عن ذاكرتهم. مكسب عظيم أن تحضر فلسطين على مدرجات الملاعب وفي ساحاتها وفي هتافاتها وفي أعلامها، حين تغيب فلسطين في أروقة المؤتمرات السياسية الدولية. قضية فلسطين كم أنفقوا من الأموال على تغييبها وتسفيهها وسب أهلها وتشويه مقاومتها. قضية فلسطين حضرت رغم أنف الجميع وأمام الملايين في مباريات كأس العالم، مع أنها مجرد كرة. أنموذج يتحقق فيه قوله تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ذكر أحد الإخوة مكسبا جميلا من مكاسب هذه المباريات، وهو ما نفذه اللاعبون المغاربة بعفوية دون أن يهدفوا إلى أمر معين، وهو احتفالهم مع أمهاتهم. الغرب غرس عبر إعلامه عادة سيئة، اصطحاب اللاعبين للعشيقات والاحتفال معهن بعد الفوز، بينما في هذه المباريات اللاعب المسلم يحتضن أمه ويقبل يدها ويكرمها أمام الجميع وينزل بها إلى الملعب. قيمة جميلة من قيمنا الحضارية التي لم يعرف العالم عنها شيئا، لأنها لم تحدث أمامه من قبل. فعلها المغاربة. إنه تسونامي مغاربي يا أخوة. نعم، إنه مجرد احتفال بفوز في كرة القدم، نعم. وهذا السجود الذي يسجده اللاعبون المغاربة أليس هو صورة جميلة وتصرف حسن
بينما كان البعض يشكو من أن الصبية الصغار ربما قلدوا حركة الصليب إذا شاهدوا اللاعبين بعد فوزهم، أو عندما يقلدون حركة الانحناء العابدة إذا شاهدوا بعض الألعاب القتالية. هي فرصة ليرى الأطفال كيف نعبر عن شكرنا لله سبحانه وتعالى بالسجود له وحده. ورأيت بعض مقابلات اللاعبين المغاربة، أما حارسهم هذا بفعله ويفتخر بهويته. هذا اللاعب الذي يعتز بلغته يرفض الإجابة على الصحفيين بغير اللغة العربية، فإن سئل بلغة أخرى سكت. اللاعبون المغاربة يا إخوة علمونا رؤية جمال الدين وروعة الأخلاق. رأينا بعض الأمور التي تثلج الصدر داخل الملعب، والتي تشري إن شاء الله بأن هذا اللاعب بإذن الله تبارك وتعالى يمكن أن يمارسه أناس متدينون. رأينا إن شاء الله زكريا أبو يعني أحد اللاعبين المغاربة حامل لكتاب الله ويصلي بالناس، زكريا أبو خلال الذي سجل الإصابة الثانية ضد الفريق البلجيكي. حينما رأيت إن شاء الله سيرته وقرأت عنها حمدت الله تعالى أن يوجد أمثال هؤلاء اللاعبين الملتزمين المتدينين داخل الفرق، معناه أن هنالك رقي وسمو أخلاقي داخل هذه الفرق، وليست إن شاء الله تبارك كما يشاع عنها كثيرا. رأيت حكيمي في المغرب كيف يقبل أمه، إنه بر الوالدين. رأيت إن شاء الله يوسف النصيري كيف يقبل والدته، ورأيت إن شاء الله الوالدة وليد الرقراقي المدرب كيف كانت تدعو الله له. إنهم بإذن الله تبارك وتعالى نماذج ناجحة في التدين في الأخلاق. الرضا ديال الوالدين ماشي سهل يا سيدي، الرضا تاع الوالدين من رضا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حمد الله اللاعب الذي يلعب في السعودية، رأيناه كيف إن شاء الله وهو محرم يطوف ببيت الله تبارك وتعالى، وسمعنا عنه عن طريق أحد العلماء في السعودية أنه بإذن الله تبارك وتعالى ينفق الخير في مشاريع خيرية. لكنني أعرف اللاعب عبد الرزاق مروءة ديانة، وله في باب الإنفاق والخير فضل كبير وباب واسع، بعضه أنا قائم عليه. وهذا اللقاء اللاعب الكبير جرت العادة أنه يأتي المدينة بين الحين والآخر ولا يتركنا من زيارة يؤم هذا البيت الذي هو بيته وداره ومنزله. كل هذا بإذن الله يثلج الصدر. رأينا إن شاء الله تبارك هذه الصورة التي غزت بإذن الله كل الوسائط الاجتماعية، أنه حينما يسجلون الهدف يسجدون لله شكرا لله. وهنالك كلام كثير، هل يجوز سجود الشكر أم لا يجوز؟ وهل يجوز سجود الشكر بذلك اللباس الذي تتعرى فيه أفخاذهم سأقوم إن شاء الله بالإجابة عن هذا السؤال في فيديو قصير بإذن الله. ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى هذه العلامة، علامة السجود، هي الأخرى تستثمر الكرة من أجل إعطاء نموذج الإنسان المسلم، وأنه مرتبط بالله حتى في اللعب مرتبط بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يمثل فقط لعبة داخل الميدان، ولكن يمثل مسلم يؤمن بالله، يعبد الله، يسجد لله، يخضع لله، يطيع الله، يستحي من الله، يحب الله، يشكر الله تعالى في الجد والهزل. كل هذا بإذن الله تبارك وتعالى رأيناه في هذا المونديال، فلله ضر القائمين على هذا المونديال. سيقول بعض الناس هنالك نقائص، نعم، الخير المحض لا يوجد إلا في الجنة، والشر المحض لا يوجد إلا في النار. فإذا رأينا إن شاء الله خيرا يتلبس به بعض الشر فنقول جزاكم الله خيرا، كفة حسناتكم راجحة، وخيركم فائض على الشر، وهذه الأسوة، وهذا هو إن شاء الله ما ينبغي للمسلم أن يفعله.
والله أفتخر بهذه المناظر، والله تدمع عيوننا عندما نرى هذه المناظر الجميلة. هذا هو الجانب الحقيقي من حياة هؤلاء اللاعبين، وفقهم الله وهداهم للخير والبر والإحسان والصدقة. بكل فخر يحضنها ويمشي معها، بكل عز يحضنها ويمشي معها. إنه البر بالوالدة يصنع العجائب، فبادر ببر الوالد ثم انتظر الخير العظيم. أمس يعني أقرأ تقارير غربية تتكلم عن العلاقات الأسرية القوية ما بين لاعبي المنتخب المغربي وأهلهم، أمهاتهم وأبهاتهم. فلعيبة المغرب فعلا فضحوا الإفلاس الأخلاقي الأسري للغرب. وانتم شايفين كانوا في بعض البطولات لما لاعب يحضر يجيب مين؟ يجيب الجيرل فريند. انا اتذكر هذا لعيبه البرازيل ولعيبه ما ادري شنو يجيبون الجيرل فريند، اللي يجيب جيرل فريند وقاعده كل واحده متفسخه ومتعريه وما ادري ايش. انما والله فعلا مواقف مشرفه. احييكم لاعبي المغرب، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم واراكم في النهايه باذن الله سبحانه وتعالى. توكل على الله وخلوا الله سبحانه وتعالى دائما حطوا في بالكم من التوفيق من عند الله. المغربي في مونديال كأس العالم أصبحت حديث الساعة، ولكن هناك أهداف للمنتخب المغربي لم تسجل عند الفيفا، ولا يستطيع أن يلغيها الحكم أو الفار، لأنها أهداف عظيمة وبالصميم، ومنها هدف وقيمة سامية ألا وهو بر الوالدين، مما أثار استغراب وإعجاب أحد المذيعين الألمان الذي شاهد لقطة اللاعب المغربي يوسف النصيري وهو يركض بعد انتهاء المباراة إلى المدرجات ليقبل رأس ويد والده، وكذلك أشرف حكيمي وبقية اللاعبين المنتخب المغربي وحتى المدرب ذهبوا إلى المدرجات، كل واحد ذهب إلى والدته يقبل رأسها ويدها. فيقول المذيع الألماني إن هذه العلاقة الحميمية مع العائلة لم نعد نراها في مجتمعاتنا الغربية، والتي تسودها الأنانية والمثلية الجنسية واندثار مفهوم الأسرة وعقوق الوالدين ورميهم حتى يعني في الملاجئ ودور الرعاية. إن العائلة وتحفيزها المعنوي وراء انتصارات المنتخب المغربي. أما نحن فجئنا نساند المثلية ونضع أكفنا على أفواهنا بشكل مخجل ومعيب، حتى خرجنا من المونديال يعني خالي الوفاض ومن الباب الضيق. هم تعلموا منا كرة القدم وأتقنوها بل تجاوزونا، فيجب علينا أن نتعلم منهم الأخلاق. عسى أن نرى أمهاتنا وآبائنا يوما من الأيام يعانقوننا من على المدرجات. يا الله، كم هي رسالة بليغة أيها الشباب. اعتزوا بدينكم، اعتزوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، وليكن شعارنا يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي إنا بغير محمد لا نقتدي. فقاموا المغاربة بتقديم فريق أعطى قيمة أخلاقية كانت المجتمعات كلها في حاجة إليه. عارفين القيمة الأخلاقية الأولى التي أعطاها فريق المغرب للعالم بأسره؟ بر الوالدين. بر الوالدين. يعني إذا تنقلت الأخبار وشاهدت الصور وشاهدت وتتبعت أخبار هذه المباريات ستكتشف أن الفريق الشباب المغاربة يحرصون على وجود آبائهم. والله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق النتيجة يعني، وهذا بفضل سجود هؤلاء اللاعبين يعني. هنا اللاعب على طول بعد ما حقق الهدف سجد شكرا لله، حتى أحد الإخوة كتب ارتفع إلى السماء ثم سجد لله سبحانه وتعالى. أولا أنا أهنئ الشعب المغربي لإنجاز أولاده وأولادنا جميعا بهذا الذي صنعوه، وأي فرح أو سرور يدخل وتفتر ابتسامة أهل المغرب وأي إنسان على هذه الأرض بابتسامة رضا وسعادة وإدخال السعادة على البيوت. حقيقة نهنئ الشعب المغربي كله كبيرا وصغيرا، رجالا ونساء، وهم يعلمون أنني كم أحبهم وهم يحبونني في الله. عظمة الإسلام في أن مهما يكن الإنسان كبيرا أو حاكما أو أميرا أو ملكا، فإنما بر الوالد يعني شيء يلفت الأنظار للجميع.
فهذه نظرة قد نراها نحن طبيعية في عالمنا العربي والإسلام، فكلنا نقبل أيدي آبائنا وأمهاتنا، أمر طبيعي. لكن أن يرى العالم هذا، أضم إليه أيضا هذا البر الواضح من أبناء لاعبي الفريق المغربي، وكيف أظهروا برهم بأمهاتهم. هذه الأم البسيطة الطيبة المسلمة المحجبة الملتزمة، وابنها يعني يقبل رأسها ويدها. وحقيقة هو معروف طبعا، الحقيقة رأيت الشعوب العربية والإسلامية كلها تقريبا، ولكن من أنقى ما رأيت ومن أخلص ما رأيت في الشعب المغربي الشقيق هو بر الأبناء بأمهاتهم. حقيقة بر الأم يعني شيء عندهم، هذا أكبره الحقيقة. انا قاعد اتفرج محمد، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم مكن له، وقاعد مش عارف ابطل دعاء. انا مش عارف. انا بقول لك بصراحه، اصل انا لا هخاف من فلان ولا من علان، فلان لن يزيدني ولن ينقصني. انا بقول لله جل وعلا بقيت فرحان وسعيد. قاعد اشوف بقى المتابعات، اشوف الناس الجماهير فرحه من القلب مش مفتعله. المصريون اجماعا واتفاقا، زي انت قلت يا شيخ محمد، في شيء، في هدف جمع الكل. وجدت المنطقة العربية مش فقط، والإفريقية بل والآسيوية مع احترامي، صحيح، ربما بأسرها هذه المناطق مع المغرب. وكأني مع احترامي أنا أتحدى إنك تقول لي الفرحة في قلوب المغاربة أكثر من قلوب المصريين أو التونسيين أو الجزائر، كلها واحدة الحين استوت. في قلب السعودي، قلب الكويت، الكل منتظر، والكل بيقول لك يا رب المغرب الحين تراه، تسمع كده الدعوه من القلب في السعوديه للمغرب، تسمعها في الكويت، تسمعها في كل دول الخليج، تسمعها في مصر، تسمعها في ليبيا، تسمعها في تونس، تسمعها في الجزائر. الله اكبر يا اخي، فعلا المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ما دام الامر مباح. ولذلك انا اتوقع ان شاء الله جل وعلا ان الدعم له بيصحبه دعاء، يصحبه دعاء. نعم. لكن تعالى كده يا دكتور محمد بقى، بالنسبه لنا احنا، تعالى لما اللاعب المغربي البسيط الكيت اللي مش ثري ولا كذا ولا الى اخره ولا بمرتبه هؤلاء، تلاقيه داخل بابنه، داخل باخوه، داخل بوالده، وكيت وده جايب والدته معاه وده جايب كذا الى اخر هذه الامور. اما ننظر بقى ليه زي ما انت بتقول بقى عدم البخل العاطفي او عدم الشح العاطفي، ده انا باجي هنا حنان ورحمة وتعاطف وتماسك ليس له مثيل. بدليل الرحم هذا، الولد يرى تماما ان فرحته لن تكتمل ولن تكون الا بوجود والدته، وهذا بوجود والده، وهذا بوجود ابنه وكيت. ولذلك جاءوا ويفتخروا ويتباهوا بهذا الامر ويبقوا فرحانين، وفرحتهم انها مستمده من فرحه ذويهم الذين اتوا معهم. الفرحه بفرح الدول، ما هو جايبه ليه؟ ده هو جاي عشان يفرح لفرحه اللي جايبه، مش لفرحته هو، لفرحه اللي جايبه هذا. فاكتشف الغرب ان الشح العاطفي مش موجود مع احترامي في المسلمين ولا في العرب ابدا على الإطلاق. انا منشغل بحاجه تانية، أنا منشغل بأنه يكون أول فريق عربي يعطي صورة طيبة للغرب ويكون سببا في هداية بعض هؤلاء الناس، لأنه على الأقل بيشاهد هذه المباريات على الأقل مليار مشاهد على مستوى الكرة الأرضية. وقد قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها. هكذا يفوز أسود الأطلس بشيء أغلى من كأس العالم. أنا أقول يعني مثلا الشعب المغربي الآن نحن نقول له لا بأس، هم يقولون لا بأس، نقول للشعب المغربي لا بأس، لأن الشعب المغربي كما ذكرت الذي كان ينتفض في المدرجات بالملايين، هتافهم يا زينة لبلاد قومي، يقولون لغزة، يقولون لفلسطين يا زينة لبلاد قومي عن فلسطين. وأنا ذكرت باب المغاربة ما زال يشهد. لماذا سمي باب المغاربة؟ أشلاء المغاربة ما زالت حتى هذه اللحظة، أشلاء التونسيين ما زالت حتى هذه اللحظة هناك تشهد عند باب المغاربة، وهذا دليل أنهم سيعودون بإذن الله. وهذه بشرى لأهل المغرب العربي سواء تونس الجزائر المغرب، بشرى لهم أنهم إن شاء الله سيعودون من نفس الباب لتحرير فلسطين، سيعودون. هذا الباب ينتظرهم، بابهم هذا ليس بابنا، هذا بابهم، باب المغاربة ينتظرهم ليعودوا من. إفهام كبيرة جدا مرة أخرى، لأن وجدوا أن من هؤلاء اللاعبين من الفريق المغربي الأشاوس الأبطال وجدوهم يقبلون أيدي ورؤوس آبائهم وأمهاتهم، فوجدوا في ذلك التفافا على الأسرة
وتكاملا وتكافلا من الأسرة، فهذا ما لا يرضي الغرب ولا الإمبريالية ولا الماسونية. فهذه مرة أخرى تعطي أوروبا والماسونية أن يتآمروا على الفريق المغربي، وعلى رأسهم وكل هؤلاء ممثلين بفرنسا، هذا البلد الذي يكن كل بغض وكل حقد على المسلمين والإسلام والحجاب وما يمد للإسلام بصلة، فتآمروا على هؤلاء. ولكم مثال في هذا حارس المرمى المغربي الآن بعد لقائه مع الكروات، كانوا يسألونه بلغات عدة وهو يتقن الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، ولكن كان يجيب بالمغربي بالعربي ويقول عليكم أن تأتوا بمترجمين أن يترجموا لكم، أنا لا أتكلم إلا باللغة العربية. لهذه الأسباب الثلاثة تآمرت الكرة الأرضية كلها على الكرة المغربية، وتآمرت وممثلة بفرنسا، فتآمروا على ذلك الفيفا وفرنسا ودول الغرب والماسونية والإمبريالية العالمية، كلهم تآمروا على هذا الفريق الفائز بامتياز، الفائز بحب الجماهير الإسلامية المسلمة التي اجتمعت قول المسلمين عليهم وحبهم ومتابعتهم للكرة، لأن هذه الأمر ليست رياضة فقط، إنما سياسة، وإنما منازل من المنازل التي تكيد العدا وتكيد الأعداء. فكانوا هؤلاء فريق المغرب أشاوس أبطال، نحييكم بكل تحية ونشد على أياديكم ونقول لكم شكرا لكم، لأنكم أظهرتم بداعة وروائع الكرة المغربية. الجريدة الفرنسية رسمت النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأت به وسخرت منه. هو لم يحرك ساكنا، وإنما عبر بأنه من حرية التعبير أنك تسب أي واحد وترسم أي واحد. عنده هو تيقول هذا الكلام، مع أن كذلك من حرية التعبير أنك تلبس الحجاب المرأة المسلمة، لكنه حارب الحجاب وحارب غير ذلك، وحط شي قوانين صارمة جدا وقصحة وبزاف على أئمة المساجد والمساجد ديال المسلمين. فلذلك نريد أن نظهر له، بغينا الجمهور المغربي والجمهور العربي المسلم أنه يظهر ليه يوم المباراة واحد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. بغيناهم أنهم ينشدوا أناشيد على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقولوا كلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله أنها تسمع لي في ودنيه مرارا وتكرارا، باش يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده واحد القيمة كبيرة في نفوس المسلمين. وإن أخطأنا وإن كنا مفرطين ومذنبين وعصاة وكنديروا هذا الشيء كامل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكنش أبدا نسمحوا لأي واحد يتكلم فيه بسوء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عليهم في هذه المواجهة وفي هذه المقابلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وينصر المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.